السلام عليكم يا جماعه، صلوا على النبي. يلا بينا نتكلم على مباراه الزمالك والبوليس الكيني. بص بقى يا سيدي، طالما انت راجل رايح تلعب النادي الاهلي في السوبر الافريقي يبقى لازم تركز المباراه اللي قبلها كويس قوي. لازم تكون مركز على التشكيل ولازم تكون مركز على المراكز. يلا بينا نتكلم على المباراه وهبين لكم كام حاجه كده لو اتظبطت في نادي الزمالك هتشوف اداء عالمي لنادي الزمالك وتطور رهيب. يلا بينا. مبدئيا كده عايز اقول لك ان زيزو لو في كام حاجه عملها هيبقى كويس جدا. رغم النهارده زيزو كان بينزل مع الهاف، كان عامل مباراه جميله جدا 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 من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الدفاعيه. لكن في الهجوميه بقى، بص يا سيدي، في الهجوميه يبقى انت يا زيزو لازم لما تزيد لازم تطلع الباك بتاعك. تمام، لازم يا زيزو ما تدخلش جوه. لو دخلت جوه وبصيت انك هتدخل جوه يبقى انت لازم تباصي لدونجا او تباصي للسعيد اللي هو في النص وتروح مكانك برضه. لازم ما يبقاش عندك حركه عشوائيه لان انت عندك ثلاثه مش سهلين، عندك دونجا في نص الملعب وعندك السعيد، فبالتالي يبقى انت لازم تباصي لهم وتروح عليهم. وارجع وهقول لك، زيزو الكوره اللي اتحرك فيها صح كهاف صريح جاب فيها الهدف. زيزو لما عرف يعني ايه او مش عرف يعني ايه، علشان في ناس هتعلق وتقول لك ده زيزو لعيب كبير وي 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 على عيننا وعلى راسنا، بس زيزو لما ركز في مركز الهاف والكرة في الجبهه العكسيه انه يدخل مهاجم تاني جاب هدف. ودايما بنقول الهاف يبقى مركز في الهاف بس، علشان كده لما زيزو ركز وكمل فرو التاني والكرة هناك بقى لوحده وجاب هدف زي ما انت شفت كده. تمام، نيجي بقى نتكلم على دونجا. انت يا عم دونجا مش لازم تنزل تخنق المدافعين بالمنظر ده. المدافع في نص الملعب بيحضر تحضير كويس وعايز يعمل ايه، عايز يعمل الزياده الهجوميه. ما تجيش انت يا عم دونجا تنزل وتقفلها عليه. فنادي الزمالك لما نزل محترم الخصم في الاول، كان نادي الزمالك بيعمل ايه؟ كان نادي الزمالك بيبقى رايح كتله واحده، بيبقى الخطوط كلها قريبه من البعض. انت لو تلاحظ الزمالك تلاقيه بيهاجم جماعي وبيدافع جماعي وكل الخطوط قريبه من بعضها. انما لو جيت بقى في الشوط الثاني او في كام هجمه كده الزمالك بيهاجم بثلاثه وبقيت الفرقه السبعه كلهم في نص الملعب بتاعهم او على خط النص. كره زي دي لما هو رايح يجيب جون، تمام، لازم يبقى حد مكمل في ظهرهم علشان يبقى الخطوط كلها قريبه من بعض. زي ما قلنا كان نازل الشوط الاول نفس النظام. ارجع واقول لك لو اي هجوم في افريقيا والوطن العربي هاجم ضغط هجوم عالي هيغلط المدافعين. وزي احنا شفنا الزمالك لما هاجم منظم جاب الهدف هديه من المدافع. لو هنتكلم بقى على الهدف اللي جه في نادي الزمالك، هدف جه في نادي الزمالك، انت لو انت جه عليك خمس ست ضربات ثابته بالمنظر ده هيجي منهم واحده او اتنين. رغم ان النادي الاهلي بيستغل الحاجات دي كويس قوي وبيلعبها كويس قوي، يبقى لازم نادي الزمالك يركز في الضربات الثابته. بالمناسبه بقى ان الكره دي عجبتني قوي واكيد كمان عجبتكم. مش هطول عليكم في الفيديو وانتظروا مني هو ليه زيزو ومش في حجم محمد صلاح وتريزيجيه مع المنتخب. ما تنساش يا صاحبي تعمل متابعه ولايك وشير وتكتب كومنت توقعاتك لمباراه السوبر الافريقي بين النادي الاهلي والزمالك. سلام.